الأكيلة كلها تجمع عشان النهاردة عندنا يوم مختلف خالص. احنا النهاردة في القاهرة في حواوشي الرفاعي. حواوشي الرفاعي بتاع عابدين، هو ده اسمه. ليه فروع كتير قوي هقول لكم عليها في بقية الفيديو. طلبنا حواوشي مصري عشان احنا في القاهرة، وطبعا في اسكندرية بيوحشنا قوي 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 الحواوشي بالشكل ده. دخلنا وفي اكتر من قعده، في قعده اوت دور وفي قعده اندور. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لكم حاجات كتير. النهارده معانا حد هيطلع معانا يقول لنا رايه في الاكل، ودي كانت مفاجاه الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا منظمه جدا، ودي الفروع بتاعتهم عابدين والتجمع الخامس والشيخ زايد. طلبنا بقى كده حبه حواوشي كده بينزلوا بالشكل ده. طلبنا حواوشي لحمه وطلبنا حواوشي صدق. طبعا اسمهم دبل جبنه، لازم يكون فيهم جبنه كده، بصراحه بيبقوا في حتة تانية خالص. من الحاجات المميزة أوي 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 اللي موجودة في حواوشي عابدين الحواوشي اللحمة. أنا بصراحة بحبه جدا. أنا مقدرش أطلع القاهرة وأبقى عايز آكل وما أروحش حواوشي عابدين أو حواوشي الرفاعي بتاع عابدين. تعالوا بقى أوريكم المنظر عامل إزاي، والأكل نازل سخن وفريش بجد. شكله يعني زي ما انتم شايفين، بصوا المنظر اللي قدامكم ده عامل ازاي. شكله حلو جدا، ومش شكله بس لأ، كمان هو طعمه حلو قوي. طلبنا كمان معاهم شوية طحينة وشوية مخلل. بصوا بقى اللحظة دي بقى لحظة الأكيلة بقى، الناس اللي بتحب الأكل بقى تحفة بجد، تحفة بجد، حلو جدا جدا جدا. وده كان رأي هشام بقى النهاردة. صراحة حواوشي جامد قوي. هو مصري من غير اسكندراني، بس حواوشي جامد قوي. واحلى حاجة ان عيشه قايل، فحاسس بطعم اللحمة. حتى الجبنة موجودة، مش جبنة خفيفة زي بعض المطاعم كده. ايه، حواوشي مش باين الجبنة فيه. تعالوا بقى اوريكم حواوشي الصدق. حواوشي الصدق برضو من الحاجات اللي كانت مميزة قوي قوي عندهم، وكانت الجبنة فيه حلوة قوي. التتبيلة بتاعت الصدق كان طعمها حلو، وطعمها مختلف على فكرة. يعني انا لو بكلم الاسكندرانية فهي طعمها مختلف خالص عن اي حواوشي صدق انتوا اكلتوه قبل كده، لدرجة ان انا استغربته في الاول، بس بعد كده بجد لا، هو طعمه حلو قوي قوي قوي. لان بصراحة انا متعود بروح الرفاعي عشان اكل حواوشي لحمة دبل جبنة، هو اوردر معروف. بس كان لازم نجرب، يعني كان رأي الشباب ان احنا لازم نجرب حاجة مختلفة المرة دي. فجربنا الصدوق، بجد من الحاجات المميزة اللي الناس اللي بتحب الصدوق لازم تجربه. طبعا بقى شوية مقبلات سمبوسة جبنة بتاعتهم دي في حتة تانية خالص. يعني بصوا الجبنة بتبظ منها ازاي، باظظ خالص اهو. بجد من الحاجات الحلوة قوي اللي عندهم السمبوسة الجبنة. انا بحبها يعني اكتر من السمبوسة اللحمة. يعني عندهم سمبوسة جبنة وعندهم سمبوسة لحمة، بس السمبوسة الجبنة احلى بكتير. كان في طبعا الطماطم المشطشطة دي، الناس اللي بتحب الحاجات السبايسي، الطماطم دي سبايسي جدا وطعمها حلو. طبعا حواوشي من غير مخلل ملوش اي طعم، مخلل بيودي الحواوشي في حتة تانية خالص. البطاطس عندهم يعني مقبولة، مش أحسن حاجة. هما مش بتوع بطاطس، يعني هما بتوع حواوشي يا جماعة. تروحوا هناك حواوشي. عندهم حاجة كمان بس ما طلبناهاش، عندهم عزبان من الحاجات الحلوة أوي أوي عندهم. طبعا ده كان منظر الأكل بعد ما خلصنا. هو كان فاضل حاجات بسيطة كده ما قدرناش نكملها، بس لأن هو طبعا بيشبع جدا جدا جدا. وده كان الحساب والأسعار، يعني معرفش حطيناهم في الفيديو ليه، بس أهم معانا عشان الناس اللي عايز تعرف الأسعار. واخدنا كمان باقي الاكل اللي احنا فضل مننا، لفوهولنا كده في باكينج حلو. وباي باي.